السلام عليكم ورحمة الله. ازاي حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة ميني مولتو، عملناه في البيت بكل سهولة بمقادير موجودة كلها في البيت. طلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده، عجينة هشة وطرية. شايفين الشوكولاتة سايحة جواه ازاي؟ ده المولتو اللي بنجيبه لولادنا من بره، عملناه احنا في البيت بكل سهولة. ده مولتو ده ولا مش مولتو؟ شايفين الجمال؟ طعمه كان خطير. جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بينا بقى نشوف مقاديرنا. ده نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات كلها مع بعضها وهسيبها دلوقتي على جنب. عندي بقى كوباية من اللبن الدافي، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهضيفهم على الدقيق. تعالوا بقى عشان نشغل العجان. هبدأ اشغل العجان الاول على درجة هادية لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها بالشكل ده، وبعدين هضيف معلقة صغيرة من الخل، ربع كوباية من المية الدافية. هفضل اشغل العجان شوية كده حوالي 7 دقايق او 8 دقايق، وبعدين هضيف ربع كوباية من الزبدة السايحة او السمنة المتواجد. شغلت العجان 10 دقايق، العجين طلع بالشكل ده. شايفين؟ عجينة ناعمة جدا طرية، عاملة زي القطن، بتلزق في ايدي تلزيقة خفيفة. هندهن بقى البولة بالزيت ونحط العجين ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لغاية ما تخمر اهو بالشكل ده. هنغطيها بستريتش او هنغطيها بكيس بلاستيك، وهنغطيها كمان بفوطة لحد ما تخمر. هنا العجينة كانت خمرت معايا بعد حوالي ساعة. تعالوا عشان نشتغل بقى فيها. شايفين العجينة حلوة ازاي؟ رشة بقى من الدقيق، بس رشة حلوة كده من الدقيق، وهبدأ افرد العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. العجينة طرية خالص في ايدي. هدهنها بقى بالدقيق كده، او يعني هغلفها بالدقيق من الناحيتين علشان اضمن انها ما تلزقش معايا. وهبدأ بقى اقسمها على 4 اجزاء. هبدأ بقى اعمل كل جزء كورة كورة كده بالشكل ده. ادي اول كورة. هعمل برضو الباقيين بالشكل اللي احنا شايفينه اهو. وهاخد برضو الكورة التالتة، وهبدأ بقى اشتغل في الكورة الرابعة اهو زي ما احنا شايفين. هنغطيهم بقى عشان وشهم ما ينشفش. وتعالوا بينا نشتغل في الكورة الرابعة. هبدأ افرد فيها بقى كده بايدي. هي حتى لو فردت بايدي هتتفرد معايا بكل سهولة، او بالنشابة زي ما احنا شايفين اهو. هحط برضو كمان على وشها رشة من الدقيق عشان ما تلزقش. هحاول افردها كويس جدا اهو بالشكل ده، وهخلي سمكها حوالي نص سنتي. هفرد فيها واعملها كده دورية اهو. شايفين سمكها؟ تعالوا بينا بقى نقطعها. جبت القطاعة دي، قطعت البيتزا. هقطعها كده 4 تربع، وبعدين هقطع الربع على 3 اجزاء او 4 اجزاء حسب ما انا عايزة قطعة المولتو بالشكل ده. انا عاملة ميني مولتو فبالتالي هصغرها خالص، يعني هصغر القطعة خالص. انتوا ممكن تتحكموا في القطعة ان كانت كبيرة او صغيرة بالشكل ده. هاجي بقى من الحرف خالص وهعمل فتحة صغيرة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. عندي بقى شوكولاتة خام. انا مش هسيح الشوكولاتة، انا هحطها قطع كده زي ما احنا شايفين. هحط قطعة الشوكولاتة جوه العجينة، وهقفل كده كويس من الجنبين. هتك كده من الجنبين على حرفها، وهبدأ الف كده زي ما انتوا شايفين، وهشد من على الحرف اهو بالشكل ده، علشان دي كده بتورق معايا وتخلي العجينة من جوه مورقة وجميلة. تعالوا نعمل واحدة كمان. قطعة من الشوكولاتة هحطها جوه قطعة العجينة كده، وهبدأ وانا بلف اشد بايدي من الناحية التانية. تمام كده بكل سهولة. شايفين؟
مولتويه صغنونه خالص، شكلها جميل جدا. يلا نعمل واحده كمان اهو. انا بحط الشوكولاته وبقفل عليها كويس وببدأ اشد كده لحد ما اخلص قطعة العجينة كلها، تطلع معايا بالجمال ده. خلصت كل الكمية وحطيتهم بقى في الصواني بعد ما دهنت الصواني زيت خفيف. هنا كانوا خمروا خلاص اهو. تعالوا بقى هندهن وشهم باللبن زي ما احنا متعودين. انا ما بحطش بيض على وش المعجنات، انا بدهن لبن بس وبتطلع في منتهى الجمال. هندهنها بقى كده بالراحة بالفرشة عشان ما تخرجش الهواء اللي فيها. وكنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 علشان ادخل الصواني. زي ما احنا شايفين هخلص بقى الكمية كلها ودخلتهم الفرن. قعدوا حوالي 10 دقايق بالظبط. طفيت عليهم من تحت، شغلت لهم الشواية. بعد ما خرجوا رشيت عليهم رشة مية بسيطة. طلعوا بالجمال اللي احنا شايفينه ده، مولتو هش وطري وطعمه كان في منتهى الجمال. يلا جربوا الطريقة وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير.